الكوريين حاليا طالعين بترند جديد لترطيب البشره بعمق واستعاده النضاره. هالترند هو طريقه السيفن سكينز او طريقه الاسطح السبعه. ما بعرف اذا ترجمتها للغه العربيه صحيحه، واصلا ما بتوقع في لها ترجمه للغه العربيه من اساسه. المهم، هاي الطريقه بتعتمد على استخدام 7 طبقات من التونر المرطب فوق بعض، ومناسبه للاستخدام عند كل انواع البشره. طبعا الغرض من طريقه السيفن سكينز انه بشره معظمنا بتعاني من الجفاف المزمن نتيجه استخدام علاجات بتسبب جفاف البشره، او بسبب التدفئه المركزيه، مكيفات الهواء، او غيره من العوامل الخارجيه اللي بتتعرض لها بشرتنا بشكل يومي. فبنلجا لهي التريك لحتى نعطي البشره جرعه كبيره من الترطيب لتظهر بشكل ممتلئ وصحي اكثر. طبعا هي الطريقه بتساعد بدعم واستعاده وظائف حاجز الجلد الطبيعيه، وبنقدر نعملها كل اسبوع او كل اسبوعين مره، يعني مو بشكل يومي، وبنقدر نعملها بالنهار او بالليل حسب وقت فراغنا. طيب كيف فينا ننفذ هاي الطريقه؟ اول شيء بنختار تونر بيحتوي على مواد مرطبه مثل الهيالورونيك اسيد، الاحماض الامينيه، البيبتيدات، الالوفيرا، او غيره من المواد المرطبه والمغذيه للبشره. ممنوع نستخدم تونر بيحتوي على مواد قاسيه على البشره او بتمتلك فعاليه مقشره مثل الساليسيليك اسيد، اللاكتيك اسيد، الجلايكوليك اسيد او غيرهم. وممنوع نستخدم تونر بيحتوي على كحول، لأن الكحول رح يتبخر، رح يسحب معه المي الموجودة بالبشرة، ورح يتركها جافة أكثر من قبل. أما بالنسبة للخطوات، فأول شيء بنغسل وشنا بالغسول، وبعدها بنصير نطبطب على البشرة بلطف لحتى نحسها إنه نشفت شوي. وهون بيجي وقت استخدام التونر المرطب. بنجيب التونر بنحطه على قطعة من القطن، أو بنحطه على إيدنا وبنبلش نطبطب فيه على البشرة لحتى تمتصه بشكل كتير منيح. وننتظر لمدة 30 ثانية تقريبا لحتى نحسه إنه بلش ينشف شوي. وهون بنرجع بنستخدم طبقة ثانية من التونر، وبنضل نكرر العملية نفسها لحتى نحصل على 7 طبقات من التونر فوق بعض. وبعد ما صار عندنا 7 طبقات من التونر بننهيها باستخدام سيروم الهيالورونيك اسيد او اي سيروم مرطب ثاني انتم بالعاده بتستخدموه. وبعدها بنطبق الكريم المرطب مباشره لحتى نتاكد انه حبسنا الرطوبه بالشكل الصحيح واستفدنا من كل المواد اللي طبقناها على البشره. وبحال ما بتستخدموا سيروم هيالورونيك اسيد او اي سيروم ثاني، فبتقدروا تستخدموا الكريم المرطب مباشره بعد استخدام التونر. هلا ممكن بينكم وبين حالكم عم تقولوا يا الله شو هالطريقه الغريبه هاي، بس بنصحكم تجربوها، تعطوني رايكم بالتعليقات.